انا بقى النهارده رابع يوم رمضان، معايا هنا رز بالشعريه ومعايا باميه ومعايا بتنجان مخلل ولحمه. وهتنسوا اللايك والشير. السلام عليكم. شوربه بقى، ميه بتغلي، البوكيه جرنيل اللي اتعودنا عليه طبعا، بصل، جزر، طماطم، ورق لورا، حبهان، فلفل اسود، مكعب مرق هنزل بيهم. هنزل بقى باللحمه. بصوا حته اللحمه ما شاء الله، لوز العنب. اهم حاجه ما ننساش عصره الليمون. اول ما هتغلي هوطي عليها واسيبها تستوي. اول ما تدخل على السوا هنحط لها الملح. هنا اللحمه داخله على السوا اهي، هبتدي بقى اظبط الملح بتاعي. مجرد ما بحط الملح بسيبها بس 5 دقايق تشرب من الملح وخلاص على كده، وبطفي عليها. صلصه بقى، معلقه سمنه وحبه زيت. هنزل بالبصل تاخد لون. مجرد ما بتاخد لون هنزل بفصين توم كده واديها تشويحه كده خفيفه. مجرد ما اشم ريحه التومه بقى مع البصل هنزل بصلصه الطماطم. احط هنا بقى بهاراتنا المعتاده، ملح وفلفل وكمون ومكعب مرق، وده اختياري برضو. وهنحط ذره سكر. ذره السكر دي عشان تعادل الحموضه، مش اكتر من كده، حاجه بسيطه خالص. اسيبها تتسبك بقى براحتها خالص على نار هاديه. بعد ما الصلصه اتسبكت معايا هنزل بالباميه وهي مجمده كده، اديها تقلبتين كده مع الصلصه. بعدين هنزل بالشوربه. هنزل بقى بشوربه اللحمه. خلينا متفقين ان اي خضار فروزن او كان في الفريزر بننزل بيه متجمد على الصلصه، ما بنسيبوش يفك. انا هنا بحب احط حته كده من الخلطه اللي احنا كنا عاملينها للبتنجان المخلل والكبده والحاجات دي، بحب احطها فيه كده. هتاخد غلوه واوطي عليها واسيبها تستوي بقى براحتها. معلقه سمنه واحط عليها زيت. هنزل بالشعريه، هفضل اقلب فيها عشان تاخد اللون الذهبي الجميل. الشعريه بتوصل للون الذهبي هنزل بقى بالرز المغسول. زي ما تعودنا ان الشعريه بتبقى نص كميه الرز. هضيف الملح واشوحه شويه. انا بحب اقعد اقلبه كده على نار هاديه عشان خاطر الرز يبقى مفلفل معايا، لان يبقى متشرب كده معايا من الزيت او الماده الدهنيه. هنزل بقى بكوبايه شوربه وكمل باقي كميه السوائل ميه. وادي معيار الميه معايا، بصوا ده المعيار المظبوط اهو كده بالظبط. لكل كوبايه رز كوبايه ميه. هيغلي هوطي عليه اول ما هيتشرب واسيبه تلت ساعه بالظبط، ان شاء الله يكون استوى. طريقه احلى لايك وشير. السلام عليكم ورحمه الله.